السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله في احسن حال. النهاردة دخلنا المطبخ اول حاجة، نعمل لهم الاكل يعني. بس قلنا نعمل بطاطس يعني ان شاء الله ورز. انا جبت طاسة وحطيت فيها معلقة سمن، وحطيت بصلاية كده كبيرة زي ما انتم شايفين، والحلة اللي جنبيها دي فيها فرخة، نعمل لهم فراخ وبطاطس ورز. بس نخلوها تدبل كده البصلاية شوية، واحط لها معلقة توم صغيرة يعني. نحط الملح وفلفل اسود وسنة من الكزبرة، سنة صغيرة يعني. بس هنجيب في حدود يعني نص كيلو من الطماطم. دي الطماطم دي اللي انا عاملاها دي. حلو الطماطم لما بتصفوها يعني من البذر بتاعها والقشر يعني بتبقى احلى. بس حطيناهم كده هو يتسبكوا مع بعض في العين اللي على جنب دي، وقلت نعمل الرز يعني. جبنا حلة كده وحطينا فيها شوية زيت يعني، وبعد كده شوية رز صغيرين خالص. يعني اللي متابعيني عارفين انا بعمل الرز ازاي. بحمر شوية صغيرين في الاول، وبعد كده احط الكمية التانية. بس يتشوحوا كده مع بعض زي ما انتم شايفين اللون يعني. بعد كده نحط الكمية التانية يتشوح مع بعض كده، وبعد كده نحط الشوربة. طبعا هنسيب البوتاجاز بالشكل دوت لغاية اما الاكل يخلص يعني. بعد ما بخلص الاكل وكده بعمله اخر حاجة يعني بعد المواعين كمان. بس نزود شوربة كده للرز. نحط مكعب مرق وسنة فلفل يعني، والشوربة فيها الملح بتاعها. ليه الجوز ده اتقلب كده؟ اه، ممكن عشان قلبت التليفون انا، عكسته يعني. انا نقشر البطاطس يعني بطاطسيتين كده وسط، بس هما باينين. عفوا، باينين كبار يعني. يعني هما بطاطسيتين بس هيقعد الاكل اصلا يعني.
بعمل كمية صغيرة والله، وبرضو يعني العيال مش بتاكل اصلا. مش عارفة اعملهم بطاطساية واحدة يعني ولا إيه، مش عارفة. وهم اللي طلبوها البطاطس اصلا. في دبانتين دخلوا، اهل اللوكس دي وواحدة تاني كانوا مزوليني في المطبخ. فتحنا الشباك وكده، فالجو كان وحش يعني، فالعيال لازم بيبصوا من الشباك والبلكونة وكده، فبيدخل الذباب. هو كده بيبقى رزل في الصيف يعني. كنت عايز ارمي البطاطساية كلها من الدبانية دي. لما بعمل البطاطس بحب احطها في الفرن يعني، الدواير دي، وبحطها في الفرن، بعملها خفيفة يعني. بس كان الجو حر خالص امبارح، قلت هشغل البوتاجاز هتبقى نار بعد كده والشقة، فقلت اعملهم من فوق يعني خلاص، من فوق البوتاجاز يعني مش في الفرن. كده خلص الرز. وهنا التسبيكة عفوا التسبيكة عملنا لها، حطينا لها شوربة، زودناها يعني، حطينا لها كانت ناقصة ملح وفلفل، حطيت لها ملح وفلفل، وبعد كده هنحط البطاطس. البطاطس. يعني قلت عبال ما تستوي البطاطس يكون طلعت الفرخة يعني، حطيتها في الشواية، تحت الشواية يعني تتحمر وكده، وبعد كده قلت اغسل المواعين عبال ما تخلص البطاطس والفراخ، اتنين خلصت المواعين. يعني اكيد انتوا ستات شاطرة يعني وفاهمة الانجاز في الوقت. ليه الدنيا ضلمت كده؟
بس مش هما دول المواعين طبعا يعني، في تاني بعد الغدا، وطبعا البوتاجاز والكلام ده، وبعد الاكل يعني. المطبخ ده خد نص عمري. نص عمري في المطبخ ونص عمري مع العيال، وصلينا على النبي على كده، والحمد لله. يلا ان شاء الله ربنا يجازينا خير ان شاء الله. كل ما اعدل التليفون كده يروح يتعمل تاني لتعب. المعلقة دي يعني من ربع المستحيلات ان هي تتكسر يعني، كسروها مش عارفة كيف يعني، هي سيليكون يعني، بس مش عارفة ازاي كسروها. لقيتهم كسروها وحطوها تحت الفرن عشان انا ما اشوفهاش. مش راضية تتعمل تاني، باظت. لو سبحان الله معايا بنت اللي اسمها جودي دي، يعني الحاجة لما بتكون ضايعة مني مثلا او غايبة كده ما الاقيهاش، فجأة تلاقيها قدامي هي اللي جايباها. قلت كويس في حد يعني بيجمع لي الحاجة. يلا المواعين دي كده ايه اخر جزء في الفيديو. حلو الفيديو زي كده لما بيبقى الاكل مثلا في ربع ساعة او كده. كده خلصنا الاكل معاكم، واقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.